جمهورنا العزيز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نجوم ومواهب. هذه الحلقة مقدمة من قصر ثقافة بورسعيد. يسعدنا تقديم لكم الفنان اللي شرف محافظة بورسعيد ومسرح قصر ثقافة بورسعيد، تشرف بوجوده ووجود معظم الفنانين في مسرحيتنا نور وعالم البحور. معنا الفنان القدير الموهوب اللي قدر بموهبته وبفنه وبإتقانه للدور وبتقمصه للدور يسعد الكثير من الكبار والصغار وجميع الأطفال في محافظة بورسعيد. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ. أهلا بيك يا فندم، أنا اتشرفت بيكي والله. احنا اتشرفنا بحضرتك وحضرتك نورتنا ونورت محافظة بورسعيد، واحنا سعداء ان انتوا قدمتوا لنا المسرحية الجميلة اللي قدرت تسعد كل الاطفال وكل الكبار والصغار. شرفتونا. ده شرف ليا يا فندم ان انا قدرت اسعد الناس، وانا سعيد جدا ان انا متواجد مع جمهور بورسعيد، الجمهور المحترم الجمهور الراقي اللي انا قابلته قبل كده هنا في عرض سيد درويش واستمتعت بالشغل عنده. اهلا وسهلا بحضرتك. عايزه حضرتك تكلمني عن العرض وعن اهتمام المخرج الفنان شادي الدالي، ربنا يشفيه يا رب. يا رب اللهم امين. ان هو قدر يعمل لنا مسرحيه للمسرح القومي للطفل. هو كان اهتمام الاستاذ شادي الدالي اهم حاجه انه يعمل مسرحيه للاطفال اللي هي مسرحيه للاسره، للطفل وللاسره في نفس الوقت، علشان الكبير والصغير لما يخشوا يتفرجوا مع بعض، لان الاب دايما هيجيب ابنه وهيجي عشان يتفرج. تمام. فلازم يجي يتفرج معاه ابنه الصغير، فالابن هيضحك بس ولا الاب لازم يضحك؟ فلازم الاسره كلها تستمتع بالعمل. اثناء مشاهدتي للعرض لاحظت ان العرض مش بس عرض هادف ضاحك او ساخر، لا بالعكس، انتوا قدرتوا من خلال المسرحيه ان انتوا توجهوا قيم للمجتمع وللطفل تحسن من سلوكه. طبعا. حضرتك كلمني عن الاهداف دي للمسرحيه. هو الهدف اللي هو التلوث. ايوه. انك لازم تهتم بالبيئه بتاعتك، ان البيئه اساسا دلوقتي بتروح في منطقه ثانيه خالص، فالتلوث وصل حتى لعالم البحار اللي هو العالم اللي احنا اساسا ما نعرفش قيمته ولا نعرف قد ايه عالم هو عالم ممتع، وهو اللي بيتكلم عنه المارد لما بيقول لهم ما تعرفوش قد ايه قيمه العالم ده، لانه عالم مختلف عن العالم اللي انتوا عايشينه، عالم نظيف بجد. اختيار المسرحيه نور وعالم البحور مناسبة جدا للمناخ اللي موجود في محافظة بورسعيد. طبعا. يعني أنا كنت سعيدة جدا أثناء العرض إن أنتوا بتوجههم كل الأطفال في محافظة بورسعيد طبعا. إزاي يحافظوا على البحر وإزاي يحافظوا على البيئة، ودي أصلا حاجات يعني سلوكيات جميلة جدا وإحنا محتاجينها فعلا في محافظة بورسعيد. طبعا، لأن بورسعيد بيحدها المكان على البحر وعلى القناة في نفس الوقت، وطبعا دي البيئة اللي هي الميه، لو ما قدرناش نحافظ على الميه طبعا هتبقى خطر كبير، لان طبعا انت عارفه الميه واهميتها، واذا كان فينا دلوقتي الصراع في العالم كله ما هو موجود على الميه، ومشاكلنا كلها حتى مشاكل مصر دلوقتي مشاكلنا في الميه، في بلدان كتير بتتعذب في حكايه الميه. تمام. فانت لما هتلوثها يبقى انت مش هتقدر تشرب نقطه ميه نظيفه. هم دلوقتي كل البلدان بيتجهوا للبحر، حتى بيحلوا ميه البحر علشان يشربوها. المسرحية وجهت برضو اهتمام كبير جدا لمهنة الصيد طبعا، وكمان اهتمام للسمك. طبعا. ازاي احنا نقدر نحافظ على البحر ومنتجاته وخيراته اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها لنا. المسرحية هادفة جدا وناجحة جدا، وانا مبسوطه وسعيده جدا جدا بتفاعل الجمهور سواء من الاطفال او من الكبار اثناء شغلكم في المسرح. سواء سيادتك او الاستاذ ميدو عادل. احنا صورنا برضو فقره انه ازاي بيتجاوب الاطفال اثناء العرض المسرحي. مظبوط. وده من نجاح المسرحيه. ده الحمد لله، ديت بتبقى نقطه مهمه جدا، انك تقدر تعمل لينك مع المتفرج او مع الطفل اللي موجود في الصاله، تقدر توصل لقلبه وتقدر تنعنش قلبه من المعنى الاصح بوجهه نظري انا الشخصيه، ان انا اقدر اوصل للطفل الصغير، علشان الطفل الصغير لو قدرت اشده هتبقى حاجه مهمه جدا، لان الطفل هو بيتفرج عليا ممكن في لحظه يلف ويديني ظهره، فان لم اكن انا يعني عندي القدره ان انا اتفاعل معاه ما كانش هيحصل ده. من خلال مسرحيه نور في عالم البحور اليوم على قصر ثقافة بورسعيد بنأكد لكم إن الفن رسالة، والفن بيوجه كتير من مشاكل المجتمع. في نهاية حلقتنا بنشكر الفنان القدير
اللي نور محافظه بورسعيد الفنان سيد. بشكرك جدا 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 على هذا اللقاء الممتع. انا اشكرك يا هاني، واشكر محافظه بورسعيد وشعب بورسعيد الناس الطيبين اللي انا استمتعت بوجودي في وسطهم. الف شكر.